أفضل 10 مسلسلات مصرية قصيرة في 2026. في فيديو النهاردة هشارك معاكم قائمة بتضم أهم وأبرز 10 مسلسلات قصيرة مصرية صدرت في 2026 واللي بتغطي تقريبا كل التصنيفات، بداية من الكوميديا والدراما والرومانسية لحد الغموض والجريمة والإثارة. بس في البداية برشح ليك موقع موفيبيديا، وده موقع ترشيحات أفلام ومسلسلات خاص بينا ومتميز ورائد في نوعه، واللي أكيد إنه هيعجبك. وما تنساش برضه تصلي على النبي، ويلا بينا نبدأ قائمتنا. مسلسل الفرنساوي. المسلسل من بطولة عمرو يوسف وجمال سليمان وبيتكون من 10 حلقات. انت هتبقي اول قضيه في حياتي اخدها ببلاش. القصة بتحكي عن خالد مشير، وده محامي ذكي بيكسب أصعب القضايا بثغرات القانون، بس حياته بتتقلب فجأة لما حبيبته القديمة بتتقتل في شقته، فبيلاقي نفسه هو المتهم الأول، ومن هنا بيبدأ مواجهة شرسة علشان يثبت براءته وينتقم لمقتل حبيبته. لما المدني يقلب جنائي يبقى يخصني، وانت عارف كويس انها لعبتي. مسلسل بطل العالم. المسلسل من بطولة عصام عمر وفتحي عبد الوهاب وجيهان الشماشرجي، وبيتكون المسلسل من 10 حلقات. لو واقع او واقع في اي مشكله هنوفر لك جرد امان وحمايه ورعايه 24 ساعه. المسلسل هنا بيحكي عن بطل ملاكمة بيتحول لحارس شخصي بعد خسارة حلم حياته، وبتكون مهمته ان هو يحمي بنت رجل اعمال مات وساب وراه ديون ضخمة لزعيم مافيا خطير، فبيتورط معاها في مطاردات خطيرة، ووسط الازمات دي بيتولد ما بينهم قصة حب قوية. احنا في بينا اتفاق، هنعمل ايه في الاتفاق اللي بينا؟ مسلسل لا ترد ولا تستبدل. المسلسل من بطولة دينا الشربيني وأحمد السعدني وبيتكون من 15 حلقة. أنا واحدة ببقى شايفة دمي بيتصفى قدامي كل يوم. أوعدك هنلاقي متبرع قريب. المسلسل بيحكي عن مرشدة سياحية بتكتشف خذلان جوزها ليها بعد إصابتها بالفشل الكلوي، وفي عز يأسها الصدفة بتجمعها بسواق شهم وجدع، وبيكون غرقان في أزمات وضغوط شخصية، وبتتشابك خيوط حياتهم، وبتتولد ما بينهم علاقة إنسانية عميقة بتديهم أمل جديد لبكرة. ما قفلتش دوم انا لسه عشان ابيع حته من جدتي. انا عايز مسلسل عين سحرية اللي من بطولة عصام عمر وباسم سمرة بيتكون من 15 حلقة. كل مره بنرتب شغلنا وننجز المهمه من غير ما حد يحس بينا، فجاه يسيبني ويمشي. قصة المسلسل بتحكي عن عادل، وده شاب فني تركيب كاميرات مراقبة بيعاني من ظروف مادية صعبة، فبيضطر يوافق على زرع كاميرات مخفية في شقة، بس بالصدفة بيشوف جريمة قتل، ومن اللحظة دي بيتورط مع محامي ومافيا أدوية خطيرة، وبيدخل معاهم في صراع شرس علشان يحمي نفسه وعيلته. شغل إيه ده يا حبيبي اللي بيجيب لك الفلوس دي كلها؟ مسلسل صحاب الأرض. المسلسل من بطولة منة شلبي وإياد نصار وبيتكون من 15 حلقة. انت ممكن يبقى اقرب حد ليك موجود في امام مكان ويموت وما تعرفش تعمل له حاجه. المسلسل قصته بتدور حوالين سلمى، ودي دكتورة مصرية بتسافر مع قافلة إغاثة لغزة وقت الحرب، وهناك بتقابل ناصر واللي بيكون رجل فلسطيني بيحاول ينقذ ابن أخوه بعد قصف بيته، وبتتولد ما بينهم قصة إنسانية قوية، وهم بيحاولوا يهربوا سوا من وسط الدمار والموت. احنا بننبات، احنا مش في حرب حتى مع الناس سلاح نحارب فيه. مسلسل حكاية نرجس من بطولة ريهام عبد الغفور وحمزة العيلي وبيتكون من 15 حلقة. احنا هنجيب عيل ملوش اهل وهنربيه في حضننا، احنا محتاجين له وهو محتاج لنا اكتر. المسلسل قصته بتدور حوالين نرجس، ودي ست بتعاني من العقم وبتتعرض لتنمر وضغط قاسي من المجتمع ومن اللي حواليها، وعلشان تهرب من الواقع ده بتكذب عليهم وبتوهم الكل ان هي حامل، وعلشان تكمل الكذبة بتخطف اطفال رضع وبتبني اسرة وهمية، بس بعدها بتدخل في دوامة وجرايم بتوصلها لمصير مأساوي. مسلسل هي كيمياء. المسلسل من بطولة مصطفى غريب ودياب وبيتكون من 15 حلقة. حجاج القط تاجر مخدرات. القصة بتحكي عن سلطان، وده شاب حياته البسيطة بتتقلب بعد وفاة أبوه لما بيظهر له فجأة أخ اسمه حجاج في العزا. حجاج ده هو ما كانش يعرف عنه حاجة، بس هو زعيم عصابة وبيجبر سلطان إن هو يشتغل معاه في المخدرات، وبيلاقي نفسه متورط ومحاصر في شبكة مشبوهة، ومن هنا بيبدأ صراعه علشان يهرب من الورطة دي. انا عايزك تعمل لي اخت السيجاره دي بالظبط والمعمل وكل اللي تحتاجه تحت امرك. مسلسل المتر سمير. المسلسل من بطولة كريم محمود عبد العزيز ومحمد عبد الرحمن وناهد السباعي وبيتكون من 15 حلقة. بتغفليني يا ميرفت وتدفع عليها قضيه؟ انا محاكم الاسره بتتهز لما بخشها. بيحكي المسلسل عن سمير، وده محامي أسرة شاطر بيقدر يحل أعقد مشاكل الناس، بس حياته الشخصية متلخبطة لدرجة إن هو بيخسر قضية نفقة قدام طليقته، والدنيا بتتعقد أكتر لما رقاصة بتورطه في أزمة كبيرة، فبيلاقي نفسه غرقان في صراعات ومشاكل أكبر منه. مسلسل عرض وطلب. المسلسل من بطولة سلمى أبو ضيف وعلي صبحي وبيتكون من 15 حلقة. الفلوس اللي معاكي دي بقى جايباها منين؟
القصة بتحكي عن هبة، ودي بنت بتعاني علشان تلاقي متبرع كلى لأمها المريضة، وكمان شايلة مسؤولية أخوها من ذوي الهمم. ومع زيادة الضغوط والاستغلال بتتحول من بنت بتدور على متبرع لمجرمة متورطة في عصابة خطيرة شغالة في تجارة الأعضاء. انت بتستغل الناس مش بتساعديهم. لا غصبتك على حاجة ولا جبرتك على حاجة، عرض وطلب. مسلسل أب ولكن، المسلسل من بطولة محمد فراج وهاجر أحمد، وبيتكون من 15 حلقة. وانت فاكره ان هي بنتك لوحدك؟ بنتي لوحدي. القصة بتحكي عن أب حياته كانت مستقرة لحد ما فجأة اتورط في أزمة دخلته السجن، ولما خرج لقى حياته اتدمرت بشكل كامل. فبعد ما خرج خسر شغله وخسر مكانته الاجتماعية، والأسوأ من كل ده إن مراته اتطلقت منه ومنعته إن هو يشوف بنته. ومن هنا بيبدأ معركة شرسة في المحاكم ضد قوانين الرؤية علشان بس يشوف بنته. محتاجين القانون يبقى عادل. وبكده أكون وصلت لنهاية الفيديو. فلو وصلت معايا لحد هنا أحب أقول لك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، وتقول لنا إيه أكتر مسلسل في القايمة عجبك. وسلام.